على موجات الشباب والرياضة. لما الشباب يتكلم لازم نسمعه، نحاوره ونناقشه. بس الشباب لازم يتكلم. لما الشباب يتكلم. مع انتصار غريب. صحفي الشاب أحمد صبري نائب رئيس تحرير جريدة الديار، رسالتك اللي تحب توجهها للشباب والمصر. اولا عايز اتكلم بس عن مجلس النواب اللي هينعقد في خلال 3 شهور القادمين. عايز اقول ان الناس كتير قوي المصريين منتظرين البرلمان القادم، لان هيبقى في عدد من القوانين الكتير قوي اللي الشعب كله منتظرها. وانا شايف ان هيبقى في مأساة في مجلس النواب القادم، ولازم يبقى في ضرورة من تعديل اللائحة الداخلية اللي هي اساسا مش متماشية مع الدستور اللي احنا صوتنا عليه من فترة، لان في تضارب كبير بين الدستور وبين لائحة مجلس النواب الداخلية، لأن اللائحة بتنص في مادتها الأولى على إن المجلس يراقب الحكومة، بينما نص الدستور بينص على مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما فيها الرئاسة. فده في تضارب بين الدستور وبين اللائحة الداخلية بتاعت مجلس النواب. مقترحاتك أحمد صبري؟ أتمنى إن مجلس الشعب اللي جاي يمثل الشعب فعلا، لأن المجلس بحاجة إلى ثورة تشريعية جديدة في فترة انعقاد البرلمان. وعايز أتكلم برضو عن أن تقسيم الدوائر الجديد ده هيصب في مصلحة النفوذ والمال، وهيعمل على إقصاء الشباب، ومش هيبقى فيه شباب في مجلس الشعب اللي جاي. أتمنى من الحكومة ومن الدولة. بالنسبة للقانون المقترح لتنظيم الانتخابات، وأنا أتمنى من الحكومة أنها تراعي دوائر الانتخابية مرة تانية، على أساس أن يبقى فيه مجال أوسع وأكبر لمشاركة الشباب، لأن المفترض إن البرلمان الجاي هو اللي مصر هتمشي عليه فترة طويلة. وبما إن كان في إقصاء للشباب الفترة اللي فاتت على مدار أعوام كبيرة، نتمنى إن البرلمان القادم يبقى فيه دور كبير للشباب إن شاء الله. أنت شايف إن يعني في مساحة زمنية ممكن تنفيذ مثل هذه المقترحات؟ في فترة ممكن ده يبقى في تعديل في تقسيم الدوائر وفي البرلمان، بس لازم من مساهمة الأحزاب والمؤسسات المدنية في الفترة اللي جاية بشكل أكبر، ودعمها للشباب المصري في البرلمان القادم. لما الشباب يتكلم. مع انتصار غريب.